أهلا بيكم في قناة أنا وطفلي. عمركم حسيتوا إنكم مقصرين كأم أو كأب؟ بتشوفوا دايما صور الأهالي على السوشيال ميديا والكل بيضحك ومبسوط، وبتقولوا لنفسكم ليه إحنا مش قادرين نكون كده؟ يمكن كمان بتحاولوا طول الوقت تكونوا الأب المثالي أو الأم المثالية، وفاكرين إن ده الصح وإن ده اللي هيطلع لكم طفل ناجح وسعيد. بس الحقيقة السعي للكمال ممكن يكون أكبر غلط. النهاردة هنتكلم عن خرافة الأب والأم المثاليين، وهنفكرك بحاجة مهمة: ولادكم مش محتاجين تكونوا أب أو أم كاملين، هم محتاجينكم تكونوا حقيقيين. للأسف المجتمع بيزرع فينا إن الأب والأم لازم يكونوا مثاليين، الأم اللي ما بتغلطش واللي بيتها دايما نضيف واللي عيالها لابسين شيك ومتفوقين، وكمان الأب اللي عمره ما بيتعصب وعمره ما بيغلط واللي بيوفر كل حاجة 100%. لكن عايزكم تعرفوا إن كل ده وهم، لأن مفيش إنسان كامل. كمان الدراسات بتقول إن محاولات الوصول للكمال في التربية بتعمل ضغط نفسي رهيب على الوالدين، وبتتحول تدريجيا لسلوكيات سامة مع الطفل. طيب إيه هي السلوكيات السامة اللي بتظهر بحسن نية؟ أول حاجة المقارنة المستمرة، شوف ابن عمتك عامل إيه أو شوف صاحبك شاطر إزاي. المقارنة هدفها تحفيز، لكن النتيجة الطفل بيحس إنه مش كفاية أبدا. كمان النقد المبالغ فيه، تصحيح كل كلمة أو حركة والتركيز على الغلط بدل النجاح. النتيجة الطفل بيفقد ثقته في نفسه وبيحس إنه تحت الميكروسكوب. كمان الحماية الزايدة، منع الطفل من أي تجربة خوفا عليه أو التدخل في كل قرار صغير. النتيجة طفل ضعيف الشخصية ومعتمد على غيره. كمان الضغط الزايد لتحقيق النجاح، الأم اللي عايزة ابنها يكون الأول دايما، والأب اللي بيربط قيمة ابنه بدرجاته أو إنجازاته. النتيجة قلق دايم زائد خوف من الفشل. كمان حاجة مهمة وهي التجاهل العاطفي، أنا بعمل لك كل حاجة، إيه لازمة الحنية؟ لكن الحقيقة الطفل محتاج الحب والاهتمام أكتر من أي إنجاز. طب إيه اللي بيخلي الأهالي يقعوا في الفخ ده؟ أول حاجة ضغط المجتمع، ابنك لازم يكون رقم واحد. كمان السوشيال ميديا وصور العائلات المثالية بتخلي الأهل يحسوا بالنقص، والخوف من الفشل، أنا لازم أعوض اللي ما كنتش قادر أعمله وأنا صغير. علماء النفس بيأكدوا إن أغلب السلوكيات دي بتبدأ من نية صافية، لكن تأثيرها بيكون سلبي جدا على المدى الطويل. طيب السلوكيات السامة دي ممكن تعمل إيه مع الطفل؟ أول حاجة ضعف الثقة بالنفس والقلق والخوف من الغلط وصعوبة في اتخاذ قرارات مستقلة، وأحيانا مشاكل في العلاقات لما يكبر، سواء كانت اعتمادية أو ضعف شخصية أو حتى تمرد. طيب إزاي نتفادى فخ الكمال ونكون آباء أصحاء؟ مبدئيا لازم تعترف قدام نفسك إنك مش كامل، وده طبيعي. كمان لازم تركزوا على احتياجات الطفل العاطفية زي ما بتركزوا على المذاكرة أو النجاح، ونسمح لطفلنا يغلط ويتعلم من التجربة، ودايما أمدح المجهود مش النتيجة. أنا فخورة إنك حاولت بدل أنت لازم تكون الأول. ولما أقارن طفلي أقارنه بنفسه مش بغيره، أنت اتقدمت عن الأسبوع اللي فات. وفي الآخر ولادنا مش محتاجين يشوفوا نسخة مثالية مننا، هم محتاجين يشوفونا حقيقيين. خرافة الأب والأم المثالية مش بس بتتعبنا، لكنها بتسيب أثر سلبي على أولادنا. ولازم نخلي بالنا إن التربية مش سباق للكمال، دي رحلة حب وقبول ونمو مشترك. لو الفيديو ده فرق معاكم أو حسيتوا إن لمس نقطة جواكم، شاركوه مع أي أم أو أب ممكن يكونوا واقعين تحت ضغط المثالية. وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للقناة علشان يوصل لكم كل النصايح الجديدة، وأشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.